والله يا جماعه كنت عايز اتكلم بس في حاجه كده بشوف اليومين دول على السوشيال ميديا كلام كبير وفي الاعلام على الاهلي اللي امام عاشور وبن شرقي وزيزو لازم يمشوا ومجلس الاداره مجلس وحش يا جماعه الكلام ده غلط. الكلام ده مش حقيقي. زيزو وامام وبن شرقي ده كواليتي لعيبه الاهلي عمره ما هيعرف يجيبه تاني. اللعيبه دي المجلس الاداره اول موسم لما جابهم عارف ان هم لعيبه جامده جدا. فمشكله الاهلي الرئيسيه مشكله فنيه في مدير فني هو اللي وحش. انا بلوم شويه على مجلس الاداره اللي هو ما عرفش يجيب مدير فني يعني جامد يحط تكتيك معين واسلوب لعب معين للاهلي. لكن يقول لك اوضه اللبس بايظه مش هتتصلح الا لما الثلاثه دول يمشوا. هم الثلاثه دول بيضربوا بعض في اوضه اللبس. هو انتوا ليه كل حاجه بتشيلوها للثلاثه دول؟ الثلاثه دول اجمد لعيبه في مصر. الثلاثه دول لعيبه كواليتي عالي جدا. يعني ريال مدريد يمشي فينيسيوس جونيور ومشي كيليان امبابي عشان اوضه اللبس تتصلح؟ ولا عايزين مدير فني جامد يصلح تكتيك الفرقه ويصلح اسلوب لعب الفرقه؟ لكن يا جماعه مانشستر سيتي ما بقاش مانشستر سيتي الا لما جوارديولا هو اللي مسك. كان بيجيبوا اعظم لعيبه في العالم وياخدوا الدوري كل 5 سنين مره. يعني مانشستر يونايتد بجلاله قدر اما السير مشي بقى وحش جدا. صدقوني المشكله مش في اللعيبه، المشكله في اداره فنيه. بقول لك برضو كابتن وليد صلاح الدين مش على يا جماعه. هو كابتن وليد صلاح هو في لعيبه بتضرب بعض، في لعيبه بتعمل مشاكل يعني؟ هو كابتن وليد صلاح الدين ينزل يقول لهم ايه فنيا؟ مش فاهم برضو يعني. هو ماله الراجل حته اداريه مفيش مشاكل، مفيش ضرب في اوضه اللبس مثلا بيضربوا بعض بيموتوا بعض. نصيحتي والله العظيم للاهلي يعني الناس تهدى. الكلام ده الناس هتعرفه بعدين اول ما الاهلي يكسب 3 4 ماتشات. لك اللعيبه دي كواليتي جامد، اللعيبه دي جامده. بس محدش بيقول الكلام ده وقت الازمات. يعني الاهلي مش عارف يعوض بن شرقي، مش عارف يعوض زيزو، مش عارف يعوض امام عاشور. اللعيبه دي لعيبه جامده جدا، محتاجين اداره فنيه على مستوى عالي. الاهلي جايب صفقات جامده جدا، عايز مدير فني على مستوى عالي. وجمهور الاهلي والله يسيبهم. بشوف بعض الناس بيقولوا كلام مش صح، غلط. انتوا المفروض اللعيبه دي عندها عدم ثقه رهيب. واحد زي زيزو ده الماتش اللي فات جاله كره قدام الجون بيبصيها بالعرض. والله دي عدم ثقه، من كتر الهجوم والضغط على اللعيب. ما اللعيب ده برده في الاول والاخر البشر على فكره. والله انا ما اعرفش يعني ماليش علاقه كبيره باللعيبه دي. بس انا لعيب كوره وعارف انا بقول لك ما فيش حد يعرف، مش محدش عارف يقول اللي انا بقوله ده. اللعيبه دي عندها عدم ثقه، واللعيبه دي عندها الاداره فنيه بتاعتها ما بتوظفش اللعيبه صح على امكانياتها. 90% من قوه الفرقه المدير الفني. المدير الاهلي لو جاب مدير فني محترم الاهلي هيبقى في حته